دابا انت ولا انت اللي ناوي تبدا في التجاره ديالك او في شي عمل، اشنو كتسنى خصوصا في التجاره؟ واش خايف انك تخسر؟ خايف انك تضيع لك شي حاجه؟ راك سواء بديتي ولا بقيتي واقف بلاصتك. واحد القضيه بعدا كاينه، راه ما كاينش سوا اللي يبقى بلاصتو واقف، اما كتزيد لقدام اما كترجع للور. دابا حتى باقي ما بديتيش راه كتضيع في الايام، والايام راه ما كتعوضش. فلوس راك تتعلم بها. واحد المعلومه غايه في الاهميه الا وهي الا بغيتي دير شي مشروع وانت عاد بادي فيه، ما تبداش 100% بداك راس المال اللي عندك، كتجرب بواحد 25% باش حتى ما تسقسيك داك المجال كتقلب على مجال اخر، وكتخام عليك تجربه رخيصه. راه الناس كاع اللي واصله ما كاينش شي واحد اللي تعلم فابور، اما تعلم بالوقت ديالو. كيفاش تعلم بالوقت ديالو؟ مشى خدم مع الناس، خدم مع الناس باجر اللي هو زهيد، يعني خدام بواحد المبلغ اللي هو قليل، ولكن هو فين كاين الذكاء ديالو، عارف راسو، كيشرب الحرفه كيف تيقولوا، كيتعلم. واي حاجه تعلمتيها درتيها في راسك احسن من اللي داكشي كديرو في جيبك. اللي درتي في جيبك كيخسر، كيمشي مع الوقت، واللي دخلت للراس عمرها ما كتمشي. ما حد انت مهارات ديالك في الحياه كتكثر، ما حدك انت تيكون عندك فرص شغل كثيره، ما حدك انت عندك المهارات كثيره، غاجي واحد النهار غتستغلها. بحال اللي عندك واحد الشكاره في واحد مجموعه ديال الدوزان، اي حاجه بغيتي تمشي ليها كتجبد ديك الاله اللي غادا تصلح ليه. وهكذا الحياه خص تواجهها بالمهارات، تواجه بالتجارب، تواجه بالعلاقات. واحسن حاجه الصبر فيها هي العلاقات. علاش قلت لكم في الفيديو اللي قبل شي كتبيع وتشري ما تخدمش بالفلوس ديال الناس. الا خدمتي بهم اخدم بواحد 20%، حيت الا مشاو لك الفلوس ديال الناس راك خسرتي المستقبل ديالك، خسرتي السمعه ديالك، خسرتي ديك الحاجه اللي بغيتي دير. شتي والو كنتي كتبيع وتشري كيسالوك الناس ورديتي لهم فلوسهم، من ديك 80% قلت لك خليها عندك ما تغامرش بها، وكتعاود ترجع. يعني تسلحتي واحد المجموعه ديال المعلومات، التجارب، الخبرات، كتعاود ترجع كتعامل من جديد بحال ما كاين والو، وما عند بالهم راك انت غادي لقدام، ولكن انت يلاه كتوقف على رجليك، يلاه كتبني الساس. يلا تبارك الله عليكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نشوفكم موضوع جديد، فيديو جديد. الله يفرسكم.